هو ليه سيدنا رسول الله اتخذ اسم طائر العقاب دون عن بقية الكائنات الحية اسما لرايته السوداء؟ اسمع للنهاية وانت تعرف. انت عارف ان طائر العقاب من الكائنات النادرة اللي بتتصف بالكبرياء وعزة النفس؟ طب انت عارف ان طائر العقاب لو حلق للسماء ما يقدرش اي طائر تاني انه يطير في السماء او يتحرك على الارض حتى لو كان نسر، وعلشان كده اتلقب بملك الطيور بلا منازع. العقاب شبيه للصقر ولكن اقوى منه بعشر اضعاف. جناحه خفيف وسريع للطيران، بتوصل سرعته ل 240 كيلو متر في الساعة. نظره حاد جدا، بيقدر يشوف الاسماك من الميه من ارتفاع 40 متر. مش بياكل غير اللي اصطاده، ولازم تكون فريسته حيه، ومش بياكل غير لما يجوع، ولو كل مش بيشبع. استحاله طائر العقاب ياكل الجيف او الحشرات. والغريب في طائر العقاب انه بياكل الطيور ما عدا قلبها، وبياكل الحيات ما عدا رؤوسها. وافي جدا لزوجته وبيعيش معاها العمر كله، وبيبني عشه في اعالي الجبال، وبيعيش لمده 150 سنه تقريبا. علشان كده ما نستغربش لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ العقاب اسما لرايته.